السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا، ليا كتير ما عملتش فيديوهات النهارده. بدبس الفول في البيت. انتوا عارفين انه كل حاجة غالية جدا يعني. فجبت كيلو فول، ونضفته كويس وغسلته ونقعته في مية من امبارح بالليل، يعني من امبارح بالليل تقريبا كده 7 8 ساعات. او لو عايزة تعمليه الصبح ماشي، مش مهم يعني الوقت، المهم 7 8 ساعات تنقعيه. وكوباية عدس اصفر غسلتها كويس، وكوباية فول مدشوش برضو غسلتها، وطماطمتين. وهنعملها طبعا يعني في الحلة البريستو. تمام كده. لو عايزة تعمليها في الدباسة عندك براحتك خالص، بس ايه، بدل ما اقعد فترة طويلة، يعني هو ساعة او ساعتين وبخلص على طول في الحلة البريستو، ما بتقعدش معايا فترة كبيرة. تمام كده. اهو حطيت الفول زي ما انت شايفة، وحطيت العدس، وكمان هحط الفول. طبعا العدس والطماطم بيخلوا لونها حلو جدا، ما بتسودش. وكمان الفول المدشوش بيخلي المية بتاعته تقيلة مش خفيفة، وكمان بيزود الكمية. وكده كمان بقطع الطماطمتين كده اهو. في ناس بتحب دلوقتي تحط معاها الليمون، يعني تعصر ليمونة كده وتحطيها وتحط القشر بتاعها. لا، انا بعد ما يستوي خالص خالص بعصر عليه الليمون. تمام. معلش صوتي مش واضح عشان عندي انفلونزا. تمام كده. كده قطعنا الطماطم، ويعني لو حابة ان هو تتجزي بسرعة ويغلي الفول بسرعة، تحط مية من الكتل تكون بتغلي كده. هو ده الحاجات اللي احنا حطيناها: الرز والفول المدشوش والفول اللي نقعناه والطماطم كده اهو. دي طبعا كده المية مغلية. تمام. لو عايزة تحط مية من الحنفية براحتك، بس احنا عشان ننجز يعني خلي بالك المية ما تزيدش عن مقدار معين في الحلة بريستو، يا اما هتلاقيها طلعت مية كده وبهدلت الدنيا. تمام. يعني طبعا انا بقلبها كده زي ما انت شايفة، يعني المية ما تزيدش عن تحت المسمار ده كده، عشان ما تفرش كده وتبهدل الدنيا على البوتاجاز. تمام كده. وهنقفل الحلة البريستو كويس جدا، وهنحطها على النار يا دوبك تغلي، تسمعي صوت الصفار يعني اللي هي بتغلي. وبعد كده تهدي عليها النار وتسيبيها ساعة ونص ساعتين كده يعني. تمام. وهتفتحي عليها هتلاقي ملبن ملبن، حاجة كده تحفة. احلى طبعا من اللي بنشتريه من بره، وانضف وكل حاجة كل حاجة يعني. كده قفلت عليها كويس جدا، وهسيبها على النار، ولما تخلص ان شاء الله هبقى اوريهالك. كده بعد ما خلصنا الفول اهو استوى كده. تمام. بصوا شايفين شكله تحفة تحفة. المية بتاعته تقيلة و... ولا اسود ولا اي حاجة خالص، يعني زي ما بنسمع الكلام اللي بنسمعه ده. وكده بحط الليمونتين عشان يحتفظ باللون الاحمر زي ما هو، ولا يسود ولا اي حاجة خالص. انا ما بحبش احط القشر. لو عايزة تحط القشر انت براحتك، انا بخاف بصراحة احسن يمرر. كده اهو. وهنقلب برضو، وهتسيبيه طبعا يبرد خالص، وهتحطيه في الاكياس او في علبة، وهتحطيه في الفريزر على قد الاكلة. يعني ما تحطيش في علبة، انا ما بحبش احط في علبة عشان بتشيل كتير بصراحة. بحط كده في كيس على قد الاكلة، اطلعه يفك قبلها بساعة بساعتين قبل ما نستخدمه او قبل ما ناكله يعني. وبيبقى تحفة، احلى اللي نشتريه بيت بره من بره. وعيالي دلوقتي مش بيرضوا اصلا ياكلوا الفول اللي بنشتريه من بره، ما مش بيحبوه. بنحب اللي احنا بنعمله ده في البيت كده. تمام. ويا سلام بقى لو بالسمنة البلدي، يا سلام يا سلام يا سلام، او بالليمون والزيت، يا سلام يا سلام يا سلام برضو. كده.
كده انا كنت حاطه طبق، وده الطبق التاني. تمام كده. حطيت طبعا عليه شويه كمون، وعايزه تحطي شطه براحتك. حته سمنه بلدي كده بيبقى طعمه تحفه، وريحته بصراحه جايبه اخر الدنيا. يا ريت تجربيه على طريقتي وتقولي لي رايك فيه ايه. ان شاء الله الطريقه بتاعتي هتعجبك جدا جدا. ولو عايزين نعمل لكم اي حاجه تاني تكتبوا لي في الكومنتات، وانا هعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.